هل تتخيلوا إن ملك اتسرق من حرامي وضحك عليه 4 مرات إن هو يديله مكافأة؟ تخيلوا إن هو ولا أعدمه ولا حبسه ولا عاقبه عقاب واحد. طب هو الحرامي ده عمل إيه في الملك خلاه يكافئه بدل ما يحبسه ويعاقبه؟ تعالوا نشوف إيه اللي هيحصل. الملك رمسيس كان معروف ان هو من اغنى ملوك الفراعنه، وكان عنده كنوز ومجوهرات كتيره جدا، وكان دايما خايف عليها من السرقه. فجاب كده مهندس من المصريين قال له انا عايز اعمل خزنه محدش يقدر يخترقها. المهندس قال له تمام، انا عندي فكره عبقريه جدا ان انا اخلي الحيطان بتاعه الخزنه دي هي جزء من حيطان القصر، ومش هعمل شبابيك ولا ابواب خارجيه للخزنه دي، كلها هتبقى من جوه القصر واستحاله حد هيخشها. وفعلا المهندس بنى الخزنة دي وراح شافها الملك رمسيس الثالث وأعجب بيها جدا، وقفل عليها وختم ووقف عليها حراس، وبالشكل ده بقت منيعة ومفيش حد يقدر يخترقها خالص. لكن المهندس وهو بينفذ الخزنة ساب فيها سر ما قالوش للملك ولا قالوا لأي حد. بعد كام سنة المهندس ده تعب جدا وكان بيموت، فجمع أولاده وقال لهم على السر اللي كان سايبه في الخزنة دي، وقال لهم بالسر ده انتوا تقدروا تخشوا الخزنة تاخدوا من الكنوز بتاعتها زي ما انتوا عايزين، ومحدش هيحس بيكوا تماما. فاستغربوا جدا من الموضوع ده، قال لهم خدوا منها لحد ما تبقوا غنيين. الملك رمسيس الثالث ملك جشع جدا وعمال بيجمع في كنوز وما بيديش الشعب اي حاجة، ومضيقها جدا على المصريين. هما بعد وفاة والدهم استنوا كده شهر، وبعدين راحوا يشوفوا هيعملوا ايه في الخزنة دي. راحوا فعلا الخزنة وطبقوا الطريقة اللي قالها لهم والدهم ازاي يخشوا الخزنة من غير ما حد يحس بيهم، ودي هقولها لكم كمان شوية. المهم هم دخلوا لقوا كنوز كتيرة جدا استحالة يقدروا ياخدوها في يوم واحد، فابتدوا قال لك احنا ايه كل يوم كده نروح ناخد حبة حاجات ونمشي ونستنى عليها ما نبيعهاش عشان الناس ما تشكش فينا يعني. وفعلا كانوا كل يوم يروحوا ياخدوا جزء من الكنوز دي ويمشوا، ياخدوا جزء ويمشوا. الملك رمسيس كان من عادته ان هو كل شويه بينزل يشوف الخزنه، يعني ايه مجوهراتي بقت كام، ايه الكنوز شكلها عامل ازاي، يطمن على ثروته دي. في يوم من الايام نزل عشان يشوف الخزنه، ولما دخل لقى انها مسروق منها حاجات كتيره جدا. استغرب واتضايق جدا جدا، ازاي دي خزنه منيعه وعليها الختم ومحدش دخلها ومفيش اي اثار لكسر ولا ان حد فتح فتحه في الخزنه ولا في اي حاجه. اتضايق جدا ومشى وقعد يفكر مع الحراس بتوعه ايه اللي حصل خلى ان يقدر حد يسرق من الخزنه وهي منيعه كده. المشكله بقى ان هو بعد كام يوم راح تاني لقى اتسرق منها حاجات تانية. ما هو طبعا بقى اولاد صاحبنا المهندس كل شويه يروحوا يلموا حبه في شوال وهوب يلا بينا خدنا كنوز الملك. فهو بقى اتضايق جدا وقال لازم اعرف مين اللي بيخش للخزنه دي. حط افخاخ حديد على كل الجوانب بتاعه الخزنه. وفي يوم الاتنين صحابنا اولاد المهندس رايحين بقى يلموا الغله بتاعت اليوم، واحد فيهم وقعت رجله في الفخ الحديدي ده. طبعا هم فهموا ان الملك بيعمل كده عشان يعرف مين اللي بيسرق. طبعا كان موقف غريب جدا، في اخ دلوقتي خلاص الحديد قفل على رجله مش هيعرف يقوم خالص، واخ حر طليق هيعملوا ايه؟ فجاء الاخ اللي هو وقع في الفخ ده قال لاخوه اقطع راسي. قال له انت بتقولي؟ قال له اقطع راسي، لان لو عرفوا شكلي هيعرفوا يجيبوك ويجيبوا عيلتنا، يبقى كده هيبقى كلنا وقعنا. لكن لما تقطع راسي مش هيعرفوا هويتي وهيقولوا حرامي زي اي حرامي، مش هيعرفوا مين هو بالظبط. طبعا كانت لحظة صعبة جدا على اخوه، لكن في النهاية قطع راسه فعلا وخد راسه معاه وساب جثة اخوه الميت في الخزنة. دخل بعد كده الملك عشان يشوف مين اللي وقع في الفخ الحديدي، لقى جسد من غير راس. الملك اتجن، قال لك دول انا وقعت في عصابه ذكيه جدا ومش هاممها حاجه وبيقطعوا راس بعض بس عشان ما يتكشفوش. وقعد يفكر ازاي اقدر اعرف مين اللي بيسرقني. الملك طبعا لسه عمال بيفكر ازاي يوقع اللص ده، بس قال لك انا هجرب حاجه، انا هاخد الجثه دي هعلقها على سور المدينه. طبعا اهله اول ما يشوفوه والناس اللي كانوا بيشاركوه في السرقه اول ما يشوفوا الجثه دي هيبتدوا يتقربوا منها يحاولوا ياخدوها، يبان انهم زعلانين، هوب قبضوا عليهم وحطوا حراس بعيد عن سور المدينه وعلق الجثه بتاعت اخو الاخ اللي هو هرب طبعا وقطع راسه.
وجاء قال لهم لو لقيتوا اي حد قرب من الجثه عيط لما شافها حاول يهربها اقبضوا عليه فورا، دول هم الحراميه. طبعا الاخ وهو ماشي شاف جثه اخوه بس ما قدرش يعني يبص لها او يدي اي اهتمام لانه طبعا هيتكشف على طول. بس بقى مامته ما سكتتش، قالت له بص بقى يا حبيبي، لو ما جبتش جثه اخوك انا هروح للملك احكي له ان انت الحرامي وان احنا اللي سرقنا، ويلا بينا بقى ياخدنا كلنا، بس جثه اخوك تجيلي. مصريه اصيله من ايام الفراعنه. فطبعا الاخ ما عرفش يعمل ايه، لكن في الاخر خاف من تهديد والدته وقال لها طب خلاص انا هتصرف. عمل حيله ذكيه جدا، عمل نفسه ان هو عنده عربيه كارو كده وشايل عليها براميل فيها نبيت، ومشى جنب السور وعمل قال ايه هوب هوب البراميل بتتكسر، البراميل بتتقطع وبتسرب منها النبيت، وقعد يعيط وبتاع. فالحراس شافوه قعدوا يقلسوا عليه في الاول، وبعدين استكان كده وعمل انه يعني متضايق وزعلان في ايه فصعب عليهم، فقعدوا معاه معلش يا عم الحاج تتعوض مش عارف ايه وبتاع. هو قاعد يشربهم من النبيت ده، شربوا كلهم لحد ما سكروا تماما. راح هو عامل ايه، راح يسلك الجثه بتاعت اخوه واخدها ومشى. طبعا بقى عمك رمسيس الثالث اتجن، قال لك ده سرقني وما عرفتش، خد جثه اخوه وما عرفتش ازاي، ولقى ايه الحراس بتوعه نايمين كلهم شاربين وسكرانين طينه. فهنا الملك اتجن بقى، ففكر في فكره كرييتيف قوي. قال لك ايه بقى، قال لك انا هجوز بنتي لاذكى واحد موجود في المملكه بشرط ان يجي يحكي لنا انكر وامكر حاجه عملها ونشوف بقى ذكائه. وقال لبنته لو حد جه وحكى لنا موضوع الجثه وقطع الراس والسرقه والكلام ده يبقى هو ده هنقبض عليه. قالت له حاضر يا بوبي. في يوم من الايام دخل على الاميره وهي نايمه بالليل واحد، قال لها السلام عليكم مين انت يا حبيبي؟ قال لها بصي انا اذكى واحد وهقول لك دلوقتي على انكر وانكر حاجه عملتها. قالت له الله حلو قول يا حبيبي. قال لها انكر حاجه عملتها ان انا قطعت راس اخويا. قالت له عظيم. وقال لها انكر حاجه ان انا خليت الحراس يسكروا وسرقت جثته. قالت له اهلا هو ده انت، تعالى معايا للملك نقول له بقى ان انت الحرامي. لا طبعا طبعا. ومشى معاها وهوب وهم ماشيين هرب منها، وكان جايب معاه في شوال دراع اخوه الميت. دراع اخوه الميت حطه في ايدها وهرب. دخلت على الملك بدراع واحد ميت، قالت له يا بابا ايه بص ما لقيتش اخينا. الملك اتجن بس عرف ان هو قدام واحد ذكي جدا جدا جدا. خلاص الملك رمسيس الثالث معرفش يعمل معاه ايه، قال ان انا هديله الامان بشرط ان هو يجي ويعترف. طبعا كلمة الملك زمان ما كانش فيها فصال، اداله الامان يبقى اداله الامان. قال لا ومش بس كده، ده انا هجوزه بنتي لان هو ذكي جدا. يعني حاجة غريبة شوية نختلف عليها ان تجوز بنتك لواحد حرامي بس عشان ذكي، بس هو ده اللي حصل. وفعلا راح وقال له انا اللي سرقت الخزنه وابويا هو المهندس، وحكى له القصه كلها. قال له والله انت راجل حرامي ونصاب جميل جدا، انا هجوزك بنتي وهخليك امير. طبعا القصه دي بينت لنا كذا حاجه كانت في الدوله المصريه القديمه، ان كان في شعور بالظلم من الملوك، وان كان الشعب بيحاول باي طريقه انه ياخد حقه منهم. وبرضه بيورينا ان ازاي من زمان عند الفراعنه كان موضوع انك تعلق جثه على السور ده حاجه مستهجنه يعني. وبرضه صفات العائلات المصريين ان هي كانت اهم حاجه انها تدفن ابنها وتكرمه ما تسيبوش متعلق وهي عارفه انه سارق. وده طبعا بيلخص لنا كده شكل الحياه ايامها. يا رب تكون القصه عجبتكم. ان شاء الله في رمضان هيبقى عندنا قطائف اللطائف كده، كل يوم هنحكي قصه من نوادر العرب القديمه. اتمنى تعجبكم واتمنى الحلقه دي تكون عجبتكم. اعملوا سبسكرايب وكومنتوا وتعالوا نتشارك مع بعض في القصه اللي بنحكيها. اشوفكم مره تانية. الملك رمسيس طبعا قلنا زي عادته ان كان بينزل يطمن على الخزنه بتاعته. فيوم كده يلا نشوف الخزنه فيها ايه. فتح لقاها فصل. لقاها ايه؟ لقاها فصل. بص عليك.